مديحي حسن عارف أول القوة المسلحة الملكية، قضيت 15 سنة في صفوف الجيش بالصحراء المغربية بالداخلة، ما خلينا بيرانزاران، ما خلينا البكاري، ما خلينا وسرد، ما خلينا تيشلا، ما خلينا مدريقة، وفي آخر لحظة طردونا الطرد تاع الصوفي. أنا كنت ناعس اوسبيتاليزي، جيت لقيت ليبيراسيون، بعد خرجنا استدعتنا المؤسسة الحسن الثاني، جاو الجدراني تيدقوا علينا، قالك واش مدوز الصحراء؟ قلنا لي مدوز. راك تتخلص؟ قلنا لي ما تنتخلصوش. راك تلتحقوا بمؤسسة الحسن الثاني. التحقنا بمؤسسة الحسن الثاني، غادي نصايبوا لكم البطاقات ديال المحارب الصيفة، هذه بطاقة ديال الصيفة. صايبوا لنا البطاقات، قال لك غادي تدفعوا الدواسة باش تبداو تخلصوا. دفعنا الدواسة، لكن نتوما سير ديجي ما تسالوش، ما عندكمش الحق. ملي ما عندناش الحق علاش غادي يعطيونا هذه البطاقة ديال الصيفة؟ وسيدنا عطانا الصيفة كصيفة محارب، وفي آخر لحظة لحونا للشارع واعتصمنا امام مؤسسه الحسن الثاني في 12 نهار 10 في شهر 12 2012 حتى نهار 6 في شهر 2 2013 امام مؤسسه الحسن الثاني في شارع فرنسا اكدال، والطماطول ديال الملفات. شنو كيتحاوروا معكم باش نخرجوا معكم؟ ما كاين لا حوار لا والو. تنمشيو تيقول لك نتوما غير مرغوب فيهم في هذا الوطن، وحنا انا تنطلب من هذا المنبر اسقاط الجنسيه، بالله حنا ماشي مغاربه. وعاش الملك، لان هما تيقول لك سيروا عند الملك يخلصكم. هذا المدير ديال مؤسسه الحسن الثاني لقدماء العسكريين المحاربين في الرباط، تيقول انا ما عندي ما ندير لكم. ولاش عطنا سيدنا هذه البطاقه ديال الصيفه؟ اش نديروا بهذه البطاقه؟ نعلقوها في عنقنا؟ واش واحد الفئه تتستافد 54400 في 3 موا بهذه البطاقه، وواحد الفئه ما تيعطيوهاش محرومه؟ لكن علاش هما تيحرموا فئه وتعطيو؟ حرموها، قالوا انتم سير ديجي، يعني خارج قانون الطاعه العامه. واش بنادم حار في الصحراء حتى دخلت الماء نرصو وبدات التصفيه في صفوف المقاتلين؟ اجي انت برا ما محسنش برا، اجي انت مشيتيش بلانطو تصب الكراسن العيالات الضباط، اجي انت ما مشيتيش تعجل الكولونير، اجي انت ما مشيتيش تسخر ليه؟ يقول الزبونيه باش يخرجوهم باش حولوا جنود الى عبيد داخل الضيعات وداخل الفيلات. اللهم انا ذا منكر، اللهم انا ذا منكر. هذا النداء كنوجهوا لصاحب الجلاله القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامه القوى المسلحه الملكيه، بلي راه حنا جنود دائما، جنود مجندين وراء صاحب الجلاله. والله ينصر سيدنا، والله ينصر الاميره الجليله، وعاش الملك.